السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة وحب على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. عيد كريسماس سعيد بأمر الله، وربنا يا رب يجيب لكم إن شاء الله كل أمنياتكم السعيدة، وكل الدنيا كده تبقى يعني خير لأصحاب برج القوس، وكل أمنية تتحقق ليكم بأمر الله تعالى. خلاص يعني بدأ العد التنازلي، خلاص كلها أيام بس وندخل كده على 2025، يا رب إن شاء الله بالتفاؤل والأمل والحب بأمر الله تعالى. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات، أتمنى أنها تكون توقعات إيجابية وفي نفس الوقت خفيفة على قلبكم الطيب الجميل. بس قبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، فكركم باللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد من قناتكم الجميلة المتميزة. القناة الوحيدة اللي لها برج باسمها، وهي قناة برج القوس. هنستحضر بقى النية كده إن شاء الله، و نستحضر الطاقة الإيجابية ونسمي الله، وأي بشارة حلوة إن شاء الله تستقبلها بروح حلوة كده، لأن الأيام دي احنا قلنا طبعا مرتبطة بالفلك والطاقة والنجوم، وعلم النجوم كمان ده علمها كبير جدا. فأنا بقول لكم إن شاء الله يعني تدخلوا على القراءة بتاعتكم كده إن شاء الله بكل طاقة مفتوحة إيجابية. ابعدوا أي شيء عنكم وانتوا داخلين دلوقتي للقراءة، علشان يحصل لكم بأمر الله الحلو كله إن شاء الله. يلا بقى كده، بسم الله. أصحاب برج القوس، في رجوع حق، فيه رجوع حق يا برج القوس. يعني حتى سبحان الله، يعني الحبات يعني متجمعة إن شاء الله في الرجوع الحق ده، يعني ما شاء الله، إن شاء الله. طيب، في شخص يا برج القوس، هو كان مسافر، بس هيضطر ان هو ينزل من السفر لظروف ما، يعني لظروف غير ارادية خارجة عن ارادته. هينزل يعني يقطع السفر ده ويجي. برج القوس، في حبيب في القراءة دي، حبيب ظلمك، في حبيب ظلمك بعد قصة حب. انت حبيته جدا جدا، حبيت الشخص ده من كل قلبك. يمكن انت كنت بتعديله حاجات كتير، وهو كنت بتقول عليه ان هو فيه شوية أنانية، بس بترجع تاني وتكذب نفسك، بتقول شخص نرجسي، ترجع تاني وتقول لا أنا غلطان. ولكن هو فعلا شخص نرجسي، وهو فعلا شخص أناني، وهو فعلا كان داخل علشان حاجة تانية خالص في حياتك. بس ربنا قلب الآية سبحان الله، وفعلا هو حبك، ولكن يعني هو غدر بيك، أو بعد عنك، أو تجاهلك. المهم إن أنت خلاص، يعني أنت عانيت جدا وخرجت من العلاقة ديت بعد تعب، وبعد يعني قلة راحة وقلة نوم، وأنت كنت فعلا حبيت الشخص ده، ولكن كنت بتطلب منه الاهتمام دايما، كنت بتطلب منه ان هو دايما يعني يتابعك، يكلمك، كان بيتأخر عليك، دايما مشغول، دايما دايما دايما. انت كنت شاكك في بعض الامر، ولكن طبعا مراية الحب كانت عامية جدا، ما كنتش عارف ان هو فعلا الشخص ده ما يستحقكش. انت تستحق احسن من كده بكتير، وافضل من كده بكتير يا برج القوس. ولكن انت خلاص هتعلم الشخص ده الأدب،
الشخص ده هتيجي له كرمة شديدة جدًا، وهيتصل بيك وهيتوسل إليك ويقول لك معلش أنا غلطان، أنا ضيّعتك من إيدي، حقك عليّا، أنا ضيّعت جوهرة كانت في إيديّا. ولكن أنت خلاص قفلت الباب، وإحنا طبعًا عارفين إن أصحاب برج القوس لمّا بيكرهوا خلاص انتهى، أو لمّا يعني بينسوا أو يتناسوا شيء خلاص انتهى، أو يخرّجوا حد من حياتهم خلاص انتهى، ولكن هو ما كانش يفهم كل الكلام ده. صدّقني الشخص ده في حيرة شديدة من أمره، الدنيا كلّها اتشقلبت عليه، حصل له مشاكل في شغله، في عمله، حصل له مشاكل نفسية كبيرة جدًا، جدًا. يعني هو دلوقتي زي السمكة كده اللي على النار، يعني هيموت، هيموت من بُعدك وعايز يرجّعك ولكن مش هيعرف. يعني هيحاول يتواصل معاك كده يعني على أي وسيلة كده من التواصل الاجتماعي، بس برضه مش هيعرف أبدًا. أنت للأسف أو هو للأسف خلاص يعني انطرد من حياتك، وربنا إن شاء الله هيعوّض عليك بشخص بأمر الله هيكون كده إيه، صُدفة، يعني هيظهر لك صُدفة كده إن شاء الله بأمر الله، يمكن يكون من برج الثور أو العذراء، وهيبادلك الحب وهيعوّضك عن حاجات كتيرة جدًا، جدًا يا برج القوس. بالنسبة الحالة الصحية لأصحاب برج القوس، يمكن في بعض منكم الأيام ديّة بالذات يمكن عنده بعض نزيف مثلًا في الأنف، وده بيحصل لك دايمًا لمّا تكون نايم زعلان أو متضايق من حاجة، أو في موضوع مثلًا خلّاك ت ت ت يعني تبقى متنرفز أو شايل الهَم فيه. في كمان عندكم برضه زي وجع في القولون، يعني في انتفاخ في القولون كده، وده مأثّر على الجنبين عندك، يعني الجنب اليمين والجنب الشمال مأثّر عليهم جدًا يعني في التعب برضه. آآ طبعًا لازم إن أنت طبعًا يعني تستشير دكتور، أو تبتدي إن أنت تاخد يعني أعشاب طبيعية حلوة جدًا، الأعشاب على فكرة جميلة جدًا للحاجات ديّة. وبالنسبة طبعًا للنزيف دوّة أنت كنت بتاخد علاج من فترة، بس ما خلاص يعني ما بتاخدوش تاني، أو أنت يعني اتكاسلت عليه، بس ده بيحصل لك دايمًا من برضه من الزعل يعني. هتوصلك إن شاء الله حوالات مالية بأمر الله، يعني بشكل كبير جدًا، وربنا هيعوّض عليك في حاجات كتيرة من ناحية المال، من ناحية المال. عندك كمان يا برج القوس في شهرة إن شاء الله ونجاح، عندك أمنية كبيرة إن شاء الله هتتحقق لك بأمر الله تعالى، أنت هتبقى فرحان ومذهول من يعني الحاجة اللي هتحصل ديّة، والأمنية اللي هتتحقق لك دي إن شاء الله. إمم. اهم. طيب برج القوس، في حوض زرع أو شجرة عند بيتك، قدّام بيتك، في منور أنت صغير كده له باب خارجي لوحده، بباب يعني باب مش كبير أوي، الباب مش كبير أوي. في عند الشجرة أو الحوض أو يعني الزرع دوّة، في مدفون حاجة في المكان ده. مدفون زي قصاصة من شعرك، قصاصة من شعرك، ومعاها قفل صغير، قفل مقفول ب يعني مقفول بالطين كده، مقفول بالطين جامد ومصدي جدًا، يعني دليل إنه من فترة كبيرة. طيب أمورك كلّها اتبدلت، اتقلبت رأسًا على عقب، كل شيء يعني عندك كده متلخبط خالص. في أفكار بتشوِّش على يعني في حاجات بتشوِّش على أفكارك كده، دايمًا في صوت بتسمعه، وب وب يعني
بيبقى أنت عامل لك صداع جدًا، جدًا، صداع شديد. أنت ما كنتش كده طبعًا، ولكن السحر اللي هو ما يعني اللي هو وجد دوّة، أو المعمول دوّة المدفون عندك، يعني كمان مش عندك بعيد، لأ، يعني علشان تبقى في الرايحة والجاية دايمًا في الطاقة السلبية الشديدة ديّة يعني. أمورك اتبدلت جدًا. في كمان رؤية أو رؤى أنت بتشوفها، وأحلام مخيفة كمان. بتبقى خايف دايمًا، دايمًا بتبقى خايف من شيء في البيت أو في المكان دوّة. بتكدّب نَفْسك كتير، يعني بتكدّب نَفْسك كتير، ب ب ب يعني عندك ألم في تأنيب الضمير من غير أنت ما تعمل حاجة أو حاجة، بس ده كُلّه بسبب السحر دوّة المدفون ده. ربنا طبعًا يا رب إن شاء الله، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. ربنا ينتقم من كل ساحر مؤذي، ربنا ينتقم من كل ساحر مؤذي. طيب في على رسمة بابك، رسمة، يعني عبارة عن رسمة بالحروف. يعني هي يمكن أنت مثلًا يعني صانع الباب دوّة عند يعني حد أو كده، في رسمة بس ما لوش دعوة الصنع يعني. أنا باقول الرسمة اللي ظهرت دلوقتي على الباب بتاعك أنت، بتاع المكان بتاعك، أو بتاع المنور الصغير اللي هو في خلف البيت بتاعك. في شخص في شخص بحرف الميم هيفرحك، هيغيّر حياتك إن شاء الله، وهيبشرك بشيء بأمر الله. في رأس مال هتبتدي بيه مشروع صغير، بعد كده المشروع ده هيكبر جدًا يا برج القوس، بعد كده المشروع هيكبر جدًا. في أشخاص كتير هتطلب منك بعد كده إن هم يشاركوك في المشروع ده لمّا نجح وكبر، بس لأ، اللي ما وقفش معاك في الأول مش خلاص ما تقبلوش تاني، اوعى ما تقبلوش تاني لمّا تتشهر ولمّا مشروعك يكبر يا برج القوس. خلاص، خلاص انتهى. ما تدخّلش حد يشاركك في حاجة تاني بعد تعبك وبعد اللي أنت شُفته. في رفعة شأن عندك إن شاء الله، في عوض كبير جدًا من ربنا. هيوصلك مبلغ من المال إن شاء الله، مبلغ حلو كبير. وفي أمنية عندك إن شاء الله كبيرة هتتحقق يا برج القوس. في صديق من دولة إيه دي؟ دولة الخليج. آه، ممكن تبقى دولة الخليج يمكن، ممكن دولة آه، ممكن من دولة الخليج، هيفرّح قلبك. هو بحرف الألف أو الحاء أو العين. في كمان مناسبة حلوة جدًا عندك، مناسبة سعيدة هتدق بابك يا برج القوس. في دخول أشخاص جديدة حياتك أو لبيتك إن شاء الله. استبشر خير يا برج القوس وتفائل، إن عندك حصاد حلو جدًا، جدًا، وعندك أرباح ومكاسب حلوة بأمر الله تعالى. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، متنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، وتشيروا الفيديو، باحبكم جدًا.